السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير يا رب. اول روتين ليا في رمضان ده كان تقريبا تالت يوم او ربع يوم، تقريبا داخله المطبخ الساعه 4:30 وما كانش عندي فكره هعمل ايه. اتاخرت في تنزيل الفيديو، كان عندي دور برد جامد ولسه باين اهو على صوتي، بس صوتي ما كانش طالع خالص، فمعلش. يلا بقى نبدا على طول كده. اول حاجه طلعت قمر الدين، زي ما بقول لكم مكنتش محضره هعمل ايه، فجبت حله كده قديمه عندي ما بستخدمهمش، حطيت فيها قمر الدين وكنت غاليه ميه في الكاتل، وهسيبه كده منقوع شويه عشان اقدر ان انا اضربه. الاول ده كنت عامله شويه شربات كده صغيرين عشان كنت هعمل حاجه حلوه في اليوم ده. بعد ما نقعنا قمر الدين هركنه بقى كده على جنب عشان يبدا اللي هو ايه، يدوب. بعد كده حله على النار، ورحت ايه نازله بيها شويه زيت او سمنه، وحطيت رز شوحته شويه، وبعدين حطيت الملح وحطيت كاري وكركم معلش بقى يا جماعه على صوتي، وحطيت كمان شويه قرفه وبصل بودر، وهقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه عشان الرز ياخد من التوابل. اهو بقلب كده الرز كويس مع التوابل، وبعدين هبدأ انزل عليه بالمية المغلية. هسيبه بقى يغلي عادي ويستوي بقى ايه بالطريقة العادية خالص كده. اول حاجة خلصت منها هي الرز. تاني حاجة هعملها، طلعت بقى كبدة وهبدأ ان انا اتبلها. حطيت لها ايه ده، توم مفروم، توم مفروم بس كان في الفريزر، فكنت ايه بقى بفكه كده بالسكينة يعني. وحطيت لها ملح وكمون، كزبرة، يبقى حطيت لها توم مفروم، ملح، كمون، كزبرة. كمان حطيت عصرة ليمونة، لان المفروض تحطي شوية خل بس انا ما كانش عندي خل، فحطيت مكانها عصرة ليمونة. على فكرة ممكن تحطي الاتنين عادي. وهبدأ ان انا اخلط الكبدة كده عشان كل الكبدة تاخد من التتبيلة. هركنها برضو شوية على جنب كده على ما احضر الحشوة اللي هعمل بيها الحاجة الحلوة بتاعتنا. حطيت كده شوية زبيب وعليهم شوية جوز هند. زي ما بقول لكم اليوم ده كنت داخله متاخر، فكل حاجه بعملها على السريع كده يعني. وهحط كمان على الزبيب وجوز الهند هحط شويه سكر اهو. وهبدا ان انا اخلط الحاجات دي كلها مع بعض، الزبيب والسكر وجوز الهند اهو، نقلبهم كده مع بعض. وبعدين هبدا اجيب بقى، انا كنت هعمل ايه، كنت هعمل قطايف. كنت جايبه في اليوم ده طبق قطايف فقلت هعمله. هنبدأ بقى ايه نحشي القطايف كده مع بعض. طبعا زي ما بقول لكم انا عملتها حشوة معلش بقى الدوشة اللي كانت في الفيديو. اهم هبدأ بقى كده ايه اخد القطايف اهو، وابدأ اخد شوية من الحشوة واحطها في نص القطايف. ودي شكل القطايف اللي معايا اهي، مش كلها حجم واحد، فيها كبير وفيها صغير. وبحط الحشو في نص القطايف وابدأ اقفلها. هنا الكاميرا مش موضحه انا بقفلها ازاي، طبعا كلنا بنعرف نعمل قطايف بس يعني ايه للناس اللي هي جديده هوريكم بنعمل ازاي، بنقفلها ازاي. في دي خدت شويه حشو اهو، وهبدا ان انا برضو ايه اقفلها كده كويس. لو مش ضامنه ان انت تقفليها كويس بايدك كده، بعد ما تقفليها تدوسي بقى على الاطراف بشوكه تضمني ان هي ما تتفتحش معاكي. هخلص بقى الكميه كلها بتاعه القطايف، وبعدين نكمل بقى باقي الفطار بتاعنا.
ادي كميه القطايف كلها هي. بس عايزه اقول لكم ان انا ما عرفتش اصورها بعد ما استوت، يعني تقريبا نسيت اصورها، وكانت على ما افتكرت كانت بقى ايه خلاص فاضل منها حاجات بسيطه يعني. المهم طاسه بقى على النار وهبدا ان انا اقليها. انا كان لسه معايا هنا وقت، وكان في نفس الوقت الرز بيستوي، فكان لسه معايا شويه وقت قبل ما اقلي الكبده. الكبده طبعا ما بتاخدش حاجه، فقلت اقلي بقى القطايف الاول. فحطيتها اهو في الزيت كده تتقلي. عايزين نجربها مره في الاير فراير، معرفش هيبقى طعمها ايه، بس هو عموما انا مش من محبين القطايف قوي يعني. بس ممكن نجربها في الاير فراير يعني. حطيتها كده زي ما احنا شايفين، ولما اللون لما تحسي الوش اللي تحت استوى هبدأ ان انا اقلبها الناحية التانية اهو. هنا كده بدأت اقلبها، وكده خلصت اول حاجة معايا في اليوم ده، وهي كانت القطايف، واول صنف يخلص في سفرة النهاردة. ادي شكل القطايف اهي بعد ما اتقلت. لا والله لحقت اصور منها شوية، انا مصورتهاش بعد الشربات. المفروض بقى ابدأ احطها في الشربات، وكده خلاص هي تبقى جاهزة معايا. نرجع بقى للعصير اللي انا كنت حاطاه في حلة في مية سخنة. بدأت بقى احطه في الخلاط، وضفت له بقى المية المناسبة ليه، وبدأت احط السكر، وهبدأ ان انا اضربه بقى ايه في الخلاط. طبعا هو برضو يعني ايه الوقت كده الحمد لله ربنا بارك فيه، وخلصت على الاذان، لاني زي ما بقولكوا كنت داخله متاخر. حطيت كمان كام مكعب تلج كده، عشان طبعا كنت نقعها في ميه سخنه، وبدات ان انا اضرب قمر الدين. كنت مصوره بقى مقطع فيديو للاكل اللي للاسف اتمسح تقريبا بس دي كده صور الاكل. ادي الرز، وكنت حمرت كمان شويه زبيب، فبقى رز بالزبيب والكبده قليت كبده بالرده. وكان عندي من اليوم اللي قبليها شوربه شعريه سخنتها وحطيتها. وادي كمان قمر الدين. وادي كده كانت سفرتنا النهارده. حقيقي معرفش المقطع بتاع الفيديو راح فين، كمان فيديو بتاع قلي الكبده حطها في الرده معرفش برضو راح فين. بس الحمد لله اللي انا كنت صورت صور. ده كده كان سفرتنا في رمضان. يا رب الفيديو يكون عجبكم. فلو وصلتي معايا لهنا من الفيديو يا ريت بقى تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. ان شاء الله المره الجايه يكون صوتي احسن من كده شويه. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.